لو انا عايز اقول لحد بالايطالي حضرتك ازاي اقولها بالايطالي؟ هل عندنا طريقه معينه نقدر نستخدمها؟ عندنا حاجه اسمها لا فورما دي كورتيزيا. انا عمر من اكاديميه عمر ايطاليكا، ويلا بينا. اول حاجه احنا النهارده هناخد كده الشكل البسيط منها، وكل لما مستوانا يعلى هنضيف ليها حاجه معينه، تمام؟ علشان هي متشعبه شويه، ومع الازمنه اللي ان شاء الله هناخدها قدام هنبقى نضيف عليها اضافه كده من لا فورما دي كورتيزيا. طيب اول حاجه صيغه الاحترام. طيب تعالوا نفكر مع بعض. فورما دي كورتيزيا، صيغه الاحترام. انا لما اقول لحد حضرتك، هل الحد ده انا اعرفه؟ في الغالب ما اعرفوش. يعني لو انا مثلا لما اكلم واحد صاحبي هقول له حضرتك، احنا كده عرفنا الشرح بتاعها. لا فورما دي كورتيزيا احنا بنستخدمها لما بتكون بتكلم مع حد ما نعرفوش. واحنا امتى هنكون بنتكلم مع حد ما نعرفوش؟ هيكون في الغالب المعلم بتاعنا، احنا مثلا في مستشفى بنكلم الدكتور، احنا مثلا بنطلب اوردر معين، نطلب طلب معين، احنا في الغالب في الشارع، احنا في الغالب مع ناس ما نعرفهاش. فالقاعده بشكل عام لما انا اكون مع حد ما اعرفوش، وفي الغالب هو اكبر مني شويه، حتى مش شاب شبهي او حد من نفس سني، بتكلم معاه بصيغه الاحترام. لو حد من سني بتكلم معاه عادي. طيب احنا ازاي يا عمر بقى نستخدمها؟ صيغه الاحترام بيتم تصريفها مع لاي. عارفين اللاي بتاعت المؤنث؟ اللاي دي بنستخدمها في صيغه الاحترام سواء راجل او ست. فمثلا عايز اقول لحد حضرتك تعبان، لاي استانكو هو. طيب لو هي واحده، لاي استانكا. يعني هعرف احدد نوعها منين سواء راجل او ست؟ من الادجيتيفو. ستانكو هيكون راجل، ستانكا هيكون ست، لكن اللي بتكون في الحالتين، تمام؟ طيب عايز مثلا اقول لحد حضرتك محتاج ايه؟ لاي كوزا فوالي. حضرتك محتاج ايه؟ بناء برضو على النوع اللي قدامي، هل هي ست، هل هو راجل، وهكذا. الموضوع بيكون سهل يعني. فبشكل عام بستخدم اللاي في الحالتين. انت مثلا عايز تقول لحد ممكن تساعدني، لاي può aiutarmi. مثلا chiedo a lei un caffè. بطلب من حضرتك un caffè. دايما هتسمعوا الجمله دي في الشارع في الايطالي. لو مثلا حد انت بتكلمه وهو عايز يكسر حاجز الاحترام ده، يقول لك ايه؟ posso darti con il tu. يعني ممكن اكلمك بالتو. يبقى احنا بشكل عام كده عندنا الاطار العام لما بكون بتكلم مع حد انا ما اعرفوش، فبقول له لاي سواء هي مذكره او مؤنثه. وعرفنا ازاي بيتم التصريف، نفس التصريف بتاع اللوي واللاي. لاي parla italiano، حضرتك بتتكلم ايطالي. سي io parlo italiano. فدي الطريقه لا فورما دي كورتيزيا. عايز تكسرها تتكلم معاه بالتو، تساله ممكن تقول له posso darti oppure posso parlarti con il tu. هيقول لك عادي مفيش مشكله لو هو ما عندوش اي مشاكل. يبقى دي لا فورما دي كورتيزيا. هتلاقوا بعد الدرس دوت في محادثه صغيره كده باستخدام لا فورما دي كورتيزيا. حاولوا تستخدموها واعملوا الفيديو على الدرس دوت عن لا فورما دي كورتيزيا، انكم مثلا بتطلبوا حاجه او كلام من ده. فده شرح لا فورما دي كورتيزيا. احنا قدام هيكون بقى عندنا مع ضمائر معينه بنستخدمها ازاي، مع ازمنه معينه بنستخدمها ازاي، لان اللاي بتاثر فيها شويه بما انها اصلا في الاصل اللاي دي فيمينيلا، بس في صيغه الاحترام بنستخدمها للاثنين عادي. فده درس النهارده بسيط خالص. حاول كده تكون جنتيله في الكلام، تكون شخص كده جنتل وبس. اشوفكم في درس جديد. شكرا، السلام عليكم.